نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل كل شيء دعونا نرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، عبد الرحمن برهان أبو تركي. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله يا أبو صقر وحيا الله المشاهدين الكرام. نحييكم مرة أخرى، نرحب بكم ونذكركم بأن هذا برنامج منكم وإليكم، فنسعد بتواصلكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر قناتنا في اليوتيوب وصفحتنا في الفيسبوك. دعونا وإياكم وبمساعدة زميلي أبو صقر نذهب إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة السمر. حياكم الله مجيد مشاهدينا الكرام في فقرة جلسة سمر. صقر، عندنا موضوع الآن هو تتمة لما حدثنا به سابقا في الحلقة الماضية وتحديدا في فقرة ترند. ودعنا نبدأ في بداية هذا الموضوع بقصة كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، عندما اختصم اثنان من المهاجرين والأنصار. لما تخاصم اثنان من المهاجرين والأنصار في المدينة وقالوا يا للمهاجرين، يعني الشخص الذي من المهاجرين قال يا للمهاجرين، والشخص الذي من الأنصار قال يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. دعوها فإنها منتنة. هذا عبد الرحمن يجرنا إلى التعريف بموضوع هذه الحلقة وهي العنصرية. خلينا ناخذ عبد الرحمن تعريف بسيط في عنوان هذه الحلقة، هي العنصرية. العنصرية عبد الرحمن هي التمييز في التعامل بين طبقة وأخرى بحكم اللون أو النسب أو الطبقة الاجتماعية. مثلا خلينا ناخذ التفريق باللون. نجد مثلا أن البعض مثلا يتعنصر على أصحاب البشرة السمراء وأصحاب البشرة البيضاء، وهناك أيضا عنصرية بالنسب، فتلقى أن هذا مثلا نسبه إلى العائلة أو القبيلة الفلانية، وهذا نسبه يجر إلى القبيلة الفلانية، فيبدأ يتعنصر هذا على هذا بموضوع القبائل. وأيضا يتعنصر البعض على مثلا الطبقات المجتمعية بالمناصب وإلى ذلك. فهي يعني عناوين كثيرة، لكن هذا تعريف يعني بسيط عن الموضوع لهذا اليوم. طيب، عشان تستوعب يعني شناعة الموضوع وقبحه يعني عظمه، لابد أن تعرف من هو أول من نادى بالعنصرية، عندما قال إبليس أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. فبالتالي أنت عندما يعني تتعنصر على أخيك فإنك تقتدي بإبليس، أما يعني ما في أشنع من كذا. إبليس هو الذي سن هذه السنة السيئة، فبالتالي كل من يفرق بين شخص وآخر بسبب لونه أو دينه أو عرقه أو إلى آخره فهو مقتد بإبليس والعياذ بالله. طيب عبد الرحمن، لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوها فإنها منتنة؟ لأنها امتحان تفرق بين البشر، يعني تفرق بين البشر وتنشر الكبر والعلو في المجتمع. هنا نستحضر آية كريمة، الله عز وجل يقول من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وإذا قل لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. فلذلك العنصرية عندما تدخل في المجتمع، عندما تدخل حتى بين الأصحاب وبين العوائل، يتولد عندها على طول المشاكل، ويتولد عندها الكبر، يتولد عندها تكبر المشاكل من وإلى. إذا أخذنا مثلا على الصعيد الأصحاب وصعيد العوائل، قد تصل إلى أن يكون
يعني فيه هجران وقطيعة. نعم. طيب تحدثنا يعني احنا يعني بإسهاب عن العنصرية وشناعات العنصرية الكل يعني يعرفها، ولكن الإشكالية أنه لا يوجد شخص يطبق فعلا محاربة العنصرية، تجده يعني يتعنصر دون أن يدري. وبالتالي أول ما تحس أنك أنت يعني تنزل شخص منزله بسبب يعني يعني بسبب لونه أو عرقه أو دينه دون النظر لبقية العوامل الأخرى، بالتالي أنت مباشرة تكون شخص عنصري ولا بد أن تتعالج. طيب كيف نعالج العنصرية؟ كيف نعالج العنصرية؟ بما أن الإسلام هو الذي ذنب العنصرية، فبالتالي أكيد أنه وجه يعني أسس أساليب ويعني حلول لمعالجة هذه العادة السيئة. أولا بتغيير الفكر. بدأ الإسلام في القضاء على العنصرية عن طريق تغيير التفكير في نظرة الإنسان للإنسان، فالبشر جميعا ينحدرون من أصل واحد، وتكرر هذا في القرآن الكريم يا بني آدم وقال يا أيها الناس. فعندما يذكر الجمع فبالتالي كلكم سواسية، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. عندما أنت تسمي الجميع باسم واحد بالتالي أنت يعني لا تميز ولا تفرق بينهم، هذه لابد أن تصل إلى أذهان الجميع. ثانيا أول سورة في ترتيب المصحف هي الفاتحة التي ابتدأت بالحمد لله رب العالمين، وآخر سورة هي قل أعوذ برب الناس. وبالتالي هنا يعني نلاحظ أن هناك صيغة جمع الناس والعالمين، فبالتالي لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. هذه عندما تتبادل إلى أذهان الجميع خصوصا الشخص الذي يعني يعني يمارس هذه العنصرية راح يعني تؤثر فيه وتجعله يعني يعني زي ما تقول ذهنه مباشرة يتبادل إلى أنه ترى يعني أنا الشخص اللي أنا قاعد أتعنصر عليه الله عز وجل سماني وهو بالناس، يعني أنا هو ترى واحد، فهذه مهمة جدا. نعم. أيضا الأمر الثاني هو إقرار الحقوق وتطبيقها. يعني لو تلاحظ أن الإسلام عند الحديث عن المساواة شرع قوانين التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوق الضعفاء. فيعني مثلا الواحد قال لك كيف أنها تصون يعني حقوق الضعفاء؟ أوجب في هذه الحالة إيش؟ الزكاة. هي زكاة المال. جميل. زكاة المال تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوق الضعفاء. وأيضا أصحاب الحاجة والمساكين واليتامى، لكي لا يشعر أي إنسان بالحرمان أو يشعر أنه مثلا خارج عن المنطوق، مثلا أنه يشعر أنه هو فقير أو يشعر أنه محتاج أو مسكين أو يتيم، وأنه يكون صاحب مكانة في المجتمع. وأيضا نقيس على ذلك أيضا إكرام مكانة المرأة ورفع شأنها لا شك يعني. نعم. طيب من أشهر أنواع العنصرية بصقر ألا هو العنصرية بالدين. تجد أنه بعض أبناء المسلمين للأسف الشديد يتعنصر على إخوانه أو على يعني الأشخاص الذين يعني ينتمون إلى ديانات أخرى، بيقول يا أخي أنا مسلم وهو مسيحي فيعني أنا يعني يجوز لي أن أمتهن هذا الرجل وأحتقره وإلى آخره. لا، هذه العنصرية بعين ذاتها. وبالتالي يعني عالج هذه المشكلة دين الإسلام بأنه كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، وكان يعني يتعامل معه، وكان يرهن عنده درع وإلى آخره، يعني كان توفى وديره مرهون عند يهودي. وأيضا يعني في حفظ حقوق الناس، يعني احنا حفظ حقوق الناس بين المسلمين هذا أمر يعني ثابت مسلم به، يعني أنا مسلم أنت مسلم، بيننا حق، كل واحد يأخذ حقه. ولكن حتى يحارب الإسلام العنصرية يعني أكد على أهمية أن الشخص الذي له حق له يعني يأخذ حقه كائنا من كان أيا كانت ديانته. فبالتالي عندما تم اتهام يهودي ظلما بالسرقة، نزلت الآية الكريمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذه الآية عززت مفهوم أن الظلم ظلم مهما كان نوعه دون النظر أو التفريق بين الأديان. طيب النقطة عبد الرحمن الأخيرة وهي يعني المهمة، لا ننسى أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس أجمعين ليبين لهم هدف من أهداف بعثته، فقال إيش؟ قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق هي عدم التعنصر على المجتمع. وقد جاء عليه السلام ليريح المظلومين من شبح العنصرية المبنية على اختلاف الأديان والأوطان والألوان والألسنة، فيعلن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي للبشرية
جميعا أن ربكم واحد وأن أباكم واحد، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. هنا عبد الرحمن لو نظرنا إلى منظور حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من تمام الأخلاق ومن مكارمها هو عدم التعنصر على يعني جميع طبقات المجتمع. تلقى أنت الآن لو تشوف القضايا الموجودة على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، تلقى أن الواحد قاعد يطلع يعني رجالا ونساء يقول لك والله يا أخي أنا تشبه، واحد تعنصر علي بلوني، واحد تعنصر علي واستهزأ مثلا بقبيلتي، واحد تعنصر علي والله عشان يعني مكانتي، واحد تعنصر علي عشان اسمي، وانت والله وتلقاه هو يدخل اصلا ايش في دوامه نفسيه، في دوامه نفسيه تاثر عنها مما يعني صار ان انت هذه اللي انت قاعد تاخذها من باب المزاح ومن باب هذه الامور، ايش قاعد تولد عند المتلقي؟ قاعد تلقي عنده يعني يتعب، يمرض، يشعر انه لا شيء في هذا المجتمع. وهذا انت ما قاعد تطبق الشيء الذي يعني اتى او بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اجله، الا هو انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. وكما ذكرت أنا ان من تمام الاخلاق ومن مكارمها هو عدم التعنصر على اي طبقه موجوده في هذا المجتمع. ولا ايش رايك عبد الرحمن؟ اكيد، ولكن انا عندي يعني احنا دائما نحارب الشخص الذي يعني يبادر بهذا الفعل الشنيع، يبادر ويتعنصر بقصد او بغير قصد. انا اشكاليتي ليست بالشخص الذي يعني يتعنصر بشكل مباشر، انا هذا الشخص يعني انا اعلم علما يقينا ان الاصل في الانسان انه يحارب. انا عندي اشكاليه مع الشخص الذي يتعنصر وهو لا يدري، يعني تجده عندما يمتعض قلبك او عندما تشعر انه والله فيه، يعني احيانا ترى يشعر الانسان يا ابو صقر انه والله يا اخي انا يوم شفت هذا الرجال ماشي ما لانه والله لونه ما عجبني ولا جنسيته ما عجبتني، الجنسيه خصوصا يعني يقول لك والله فلان والله ينتمي من الجنسيه الفلانيه، لا الدوله الفلانيه هذه معروفين بالفعل الفلاني، يعني ونقول سين من الدول معروفه بالكذب، لا والله هذا ما. طيب انت ليش حكمت عليه بمجرد انه من هذه انت من هذه الجنسيه؟ هل يعني هل انت عممت ودخلت في مقوله التعليم لغه الجهلاء، ولا انت عندك علم ولا؟ فبالتالي هذه انا عندي اشكاليه معها، لانه هذه قد تولد مجتمع عنصري، ودون ان ياتي تجد انه في الصباح يحارب العنصريه تجده في المساء عنصري. هذه من اكبر الاشكالات. كما قال الشاعر ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم، يعني كلاهما عظيم يعني. فهذه انا عندي اشكاليه. طب الاشكاليه الثانيه هي في الشخص الذي يتلقى هذه العنصريه. انا عندي ايضا اشكاليات مع الاشخاص الذين يتلقون العنصريه. انا اذكر في حادثه حصلت للاعب، ممكن اذكرها في فقره سبورت، ولكن هذه حادثه حصلت للاعب تعرض للعنصريه، وهذه من اشد انواع من اشهر انواع العنصريه الموجوده حاليا في هذا العصر، لا وهي التعنصر على الناس اللي لهم يعني زي ما تقول اسم في المجتمع، ولاعب كرة القدم مشهور يعني له اسم في المجتمع بلا شك. كان هذا الشخص يعني لاعب مشهور في فريق برشلونة. هذا الشخص يعني فكروا الإدارة التي تدير هذا اللاعب، كل لاعب له يعني إدارة أعمال، فكروا إنه إحنا كيف والله نجعل قضية العنصرية تدعم اللاعب بدل ما هي إيش إنها تذمه. فقالوا أول ما يعني يرمى، يعني هي من صور من أشكال العنصرية ضد هذا اللاعب، إنه والله كان يلقى عليه موز. فقالوا خلونا ايش احنا نسوي حركه كذا بسيطه وهي مشهوره اصلا. جاء استلم قطعه الموز واكلها وكمل المباراه. هذه الفكره الذكيه يعني حاربت العنصريه بشكل كبير جدا، بل يعني زي ما تقول ايش قلبت الموضوع راسا على عقب تماما، قلبت الموضوع على العنصريين واصبحت يعني زي ما تقول بدل ما هو الموضوع المتلقي العنصرية هو المتضرر، أصبح الشخص العنصري هو المتضرر، وأي شخص يحاربه وأصبحت قضية رأي عام. هذه الفكرة الذكية أنا ودي صراحة أدعم فيها أشخاص الذين يتعرضون للعنصرية. أخي أنت على حق، أنت على صواب، يعني لا تغضب، يعني لا تؤثر في نفسك، أنت اللي على صواب، لا أنت اللي تبادر بأنك أنت تحارب هذا الموضوع. لعلني أطلت هذه الفقرة، ولكنها يعني لابد أن تكون حاضرة في أذهان الجميع. شكرا لك أبو صقر، ولعلنا ننتقل وإياك إلى فقرتنا القادمة يا أبو صقر.
طيب ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية، فقرة ترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة ترند. طبعا حديثنا كان عن العنصرية، ونذكر هنا الحادثة التي وقعت قبل أسبوع، حادثة المواطن الكويتي في دولة تركيا، أو العنصرية التي تعرض لها. ونؤكد طبعا قبل أن نبت في هذا الموضوع أن هذه القضية لا تمس الشعب التركي عامة، إنما يعني تعهدنا عن الشعب التركي العلو في مكارم الأخلاق وحسن الضيافة للمسافرين والضيوف. لكن طبعا عبد الرحمن، قضية المواطن التركي، المواطن الكويتي اللي جاء زيارة هنا إلى الحادثة الشهيرة، نعم. وذكر أنه خرج في بعض من المقاطع وذكر أنه تعرض إلى العنصرية، وكان يعني ينادي المواطنين الأتراك ويدافعون عنه وكذا، وكلهم طبعا تركوه. نعم. وأتوه عن طريق من الخلف يعني، وضربوه. نعم. حتى يعني هو اللي التمسناه احنا من الموقف هذا أنه تعرض في المطعم هذا نفسه إلى عنصرية، مما أدت أنه هو يحرم الدخول إلى البلد التي يعني إلى تركيا. وإحنا كما ذكرنا أن هذا الأمر يعني يمس الشخص نفسه ولا يمس الشعب التركي صاحب الأخلاق والمكارم الرفيعة. نعم. الجدير بالذكر أيضا أنه هنا في هذه القضية تحديدا حدثت بعض التحديثات، حيث أنه صاحب المطعم أو المدير المطعم، وهو شخص يتكلم اللغة العربية بالجنسية السورية، قال أنه والله يعني الحادثة لم تكن بالصورة التي وضعت، ولكنها الجميل في هذه القضية أنها يعني استخدمت لمحاربة العنصرية، بغض النظر يعني القصة كيف كانت، ولكن لابد أن الإنسان يتحرى يعني الصواب دائما. وبالتالي ولعل الشخص الذي تعرض للعنصرية أيضا كان يعني مبادرا في بعض، أو كان مخطئا في بعض الأمور. يعني ذكر الشخص أنه والله هو اللي يعني دخل إلى هذا المطعم وأتى بالأكل من الخارج. يعني ذكرت بعض التفاصيل، المقطع موجود في السوشيال ميديا ولعل الجميع يطلع عليه. ولكن أيا يكن، هذه نقطة مهمة يا صغير، أيا يكن موقف الشخص اللي تعرض إلى العنصرية، فنحن ننبذ العنصرية تماما. العنصرية ليس لها مبرر أبدا. والله مو عشان فلان أخطأ أنا أروح أتعنصر عليه، لا والله مو إذا على كذا احنا بنعيش في غابة. يعني كل شخص، أنا والله أروح عند شخص سرق لكنه نصراني أروح أضربه ويعني أسفل فيه، وشخص والله مسلم لا والله أروح أشتكيه ولا أغطي عليه ولا أستر عليه. ليش؟ يعني شوف أنا فرقت بين هذا وهذا، أنه هذا مسلم وهذا نصراني، لا. يعني احنا لابد أن يعني نضع في هذه الأمور حدودا مهمة. ومن أهم الترندات طبعا ما كان يعني هي أو الترند الأول، وهو اليوم الوطني السعودي الذي وقع في 23 سبتمبر، وشاهدنا الاحتفالات ببلوغ عمر الدولة المملكة العربية السعودية 93 عام من المجد والشموخ. ونبارك يعني للشعب السعودي هذا اليوم العظيم جدا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البلاد عامرة بتقوى الله عز وجل، وأن يحفظ أهلها وأحبابها وسكانها يا أرحم الراحمين. نعم. جميل. استكمالا في اليوم الوطني، ظهر لنا العديد من اللاعبين الأجانب أو اللاعبين المحترفين في المملكة العربية السعودية، وكان لبسهم للباس المملكة العربية السعودية عبارة عن ترند. كون كيف تجد لاعب مثل كريستيانو لابس شماغ وعقال، ولاعب مثل كريم بنزيما، ولاعب مثل الكانتي النحلة السوداء وفابينهو وغيرهم من اللاعبين الكبار الذين يعني شاركوا واحتفلوا ويعني ابتهجوا بهذا اليوم السعيد الذي يمثل يوما مهما للمملكة العربية السعودية. وكانت لقطة وبادرة جميلة من هؤلاء اللاعبين، حيث أنهم شاركوا الشعب فرحتهم. نعم. طبعا صورة كريستيانو ضربت صورة كريستيانو ما يحتاج التواصل الاجتماعي. تقول ما شاء الله مولود في نجم ما شاء الله. طيب نستكمل ترند اليوم. تم تشغيل صافرات الإنذار في دولة الكويت كتجربة. طبعا حفظ الله بلاد الكويت وبلاد المسلمين من شر الحاجة إليها.
ولعل في هذا الموقف توعية عامة للشعوب، وقد تكرر يعني فعل هذا الحدث في أكثر من دولة لضمان معرفة الناس بهذه الصافرات، حرصا على سلامتهم حال وقوع شيء لا قدر الله. طيب وفي الحديث عن الكويت ظهرت مقاطع عديدة في دولة الكويت في إحدى المدارس أن الطلاب كانوا يدرسون ويجلسون على الأرض في مقطع يعني أو في لقطة كانت فيها من الغرابة الشيء الكثير، كون دولة الكويت من أغنى دول العالم، فبالتالي مثل هذه المناظر أبدا يعني لا يعني زي ما تقول لا تليق بدولة كبيرة مثل الكويت. ولكن نحن نعلم علما يقين أن هذا الموضوع أن طول لعلها يعني مبادرة خاطئة من إحدى الناس اللي عندما صور هذا المقطع الغريب، ونأمل أن يتحسن الوضع أفضل من كذا يعني. طيب نعود إلى الترند الأخير والعودة إلى البلاد الحبيبة تركيا. نتفاجأ أمس بسكان أحد الأحياء بصوت امرأة تصرخ من شقتها وكأنها تتعرض للتعنيف أو شيء من هذا القبيل. طبعا اجتمع أهل الحي واتصلوا بالشرطة التي حضرت فورا لتلبية النداء والعمل على قضية التي لا تزال غامضة ولا تزال حديث الشارع في ذلك الحي. ولكن بفضل الله بعد حضور الشرطة توقفت المرأة عن الصراخ، ونأمل أن تكون في صحة جيدة. أعتقد عبد الرحمن أن ما أدري كان في صور ولا لا، أنا الجميع خرج من البيوت. صحيح. يعني كان الصرخة كانت في الساعة 12 واحدة. خرج الجميع، حتى أهالي الحي نزلوا الشارع خوفا من هذا الصوت. فكان صوت يعني حتى أذكر واحد كان يخوض مكالمة، فمن شدة الصوت يعني كان ملفت جدا لسكان الحي. لكن سرعان ما تواجدت الشرطة في هذا المكان، ونأمل إن شاء الله أن تكون المرأة في حالة جيدة. أشكر لك أبو صقر هذا التقديم الرائع، ولعلنا وإياك أبو صقر نختم فقرة ترند وننتقل إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة سبورت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الأخيرة، فقرة سبورتس والمحببة لديكم. طبعا احنا ما نستغني عن استقبال اتصالاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. حياكم الله جميعا. عبد الرحمن، أهم الأحداث لهذا الأسبوع، خلينا نبدأ بالمباراة الكبيرة جدا التي حدثت أمس، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. ايش رايك عبد الرحمن؟ كانت يعني انا ما كنت متوقع النتيجه كذا، وما كنت متوقع مجريات المباراه يعني تكون زي كذا. والله يا اخي الحديث عن اتلتيكو مدريد وريال مدريد هو ديربي، لا شك ديربي كبير بين الفريقين، على الرغم من انه ريال مدريد هو اللي متفوق دائما او في الاغلب في مثل هذه المباريات. لكن نحن امس تفاجأنا انه والله اتلتيكو مدريد كان له كلمه في هذا الديربي. انا اعتقد نتائج او نتيجه هذه المباراه ما بدات اليوم، انما بدات من الموسم الماضي، حيث انه اتلتيكو مدريد انهى الموسم الماضي بشكل جيد وبدا الموسم هذا بشكل قوي جدا، عزز صفوفه، باع اللاعبين الذين ما كان لهم يعني دور كبير، استقطب لاعبين يعني ممتازين. وجود فريق يعني مثل اتلتيكو مدريد يعني بكامل عناصره، يعني مدرب كبير مثل سيميوني، صح انه يمر بفترات دروب، ولكن الفريق متماسك قوي جدا. وانا اعتقد اتلتيكو مدريد هذا الموسم من اقوى النسخ اللي شاهدتها في اخر 10 سنوات، كون انه يعني عنده في كذا خط او في كل خطوط تقريبا لاعبين مميزين جدا. فبالتالي نتيجة امس ما كان سببها المباراة وظروفها، بقدر ما كان سببها انه والله اتلتيكو مدريد فريق قوي من نهاية الموسم الماضي الى هذا الموسم، حيث يعني يقع في المركز الخامس. ولكن انا اعتقد ان هذا الموضوع لن يطول، راح ينافس بشكل مباشر على الدوري. خلينا نتكلم عن المباراة بشكل واضح. يعني تكتيك سيميوني واضح جدا، يعني في كل مباراة الديربي له الدفاع والمرتدات، وايضا يعني كان السلاح امس هو ضربات الراس. هذا التكتيك اصلا يعني ما بدا، يعني ما هو وليد اللحظه، من زمان كان يعني هذا التكتيك. ولكن ريال مدريد كان يتعامل بشكل جيد مع هذا التكتيك، لكن امس بحكم ان ريال مدريد يعني يعاني كثيرا على خطوط الدفاع،
فهذه الخطة كانت ناجحة. طيب ماذا عن تعادل توتنهام وارسنال عبد الرحمن 2-2؟ كانت مباراة ممتعة ليلة البارحة. جدا، هذه المباراة اصلا انا كنت اترقبها صراحة يعني منذ فترة طويلة، يعني من يوم ما انطلق الدوري هم ما شاء الله اتلتيكو مدريد عفوا ارسنال وتوتنهام كانوا ماشيين على نفس النسق، يعني هذا يفوز هذا يفوز هذا يفوز هذا يفوز. فانت لو تلاحظ يعني اصلا الفريقين عندهم 4 فوز و4 فوز وتعادل واحد قبل ما تبدا المباراة الماضية، فبالتالي النتيجة هذه كانت منطقية تماما. بغض النظر عن مجريات المباراة كيف حصل هذا التعادل، ولكن نتكلم عن وضع الفريقين قبل المباراة كان وضع الفريقين مستقر تماما. ارسنال كان قوي جدا، توتنهام كانت بدايته قويه جدا. اعتقد انه هذه البدايه القويه اللي جعلت يعني مباراه مثل ارسنال وتوتنهام يعني تخرج بهذا الشكل بالتعادل الايجابي جدا انه 2-2، وكلا الفريقين قدموا مباراه ممتازه جدا. حتى في الاحصائيات يعني لو تلاحظ انه ترى التوتال شوتس اللي هي يعني مجمل التسديدات كانت 13 الفرص الكبيره كانت 4-3، فبالتالي في منافسه واضحه جدا. الاستحواذ كان 54-46 لفريق توتنهام، مع انه ارسنال يعني فريق يحب يستحوذ على الكره. هذه كلها امور تجعلك تقول انه والله لا، توتنهام الموسم هذا مختلف. توتنهام يعني بعد ما باع هاري كين يعني ما تاثر بشكل كبير جدا، بل يعني استثمر في وجود مثل فراغ مثل هذا المركز واستفاد من لاعب اخر. طيب عبد الرحمن، خلينا ندخل الى الدوري السعودي. مباراة الهلال وضمك 1-1، وعتب جمهور الهلال على المحترفين، حتى خرج الامير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال في تغريدة يشكو الى الادارة الحالية بقيادة الاستاذ الكبير فهد بن نافل. شكى على ان المحترفين لم يخرجوا بالصورة المعروفة عنهم، غير الجناح مالكم. العتب، كل العتب على طبعا الأسطورة نيمار، أنه ما خرج إلى الآن بمستواه. يعني نادي زي الهلال يمتلك محترفين كبار جدا، في الأخير يتعادل مع نادي متوسط. ومجريات المباراة لو تشوفها يعني تقول هذا ما هو الهلال المعروف بأسمائه ومعروف بهيبته كبطل. والله يا اخي، وش رايك انت ابو صقر؟ انا اشوف انه مشكله الهلال، يعني انا اعتقد اذا في فريق عنده عناصر ممتازه ولكن نتائج سيئه، فبالتالي المشكله في المدرب وليست في اللاعبين. اللاعبين على جوده عاليه، او يا اما في المدرب او اما في الاداره. الاداره انما استقطبت لاعبين ما يحتاجهم الفريق، فبالتالي صار في يعني زياده في عدد اللاعبين الغير مهمين، او انه والله المدرب ما عرف يدير هذه المنظومه. اعتقد الاشكاليه في المنظومه. انت ايش رايك؟ انا والله يعني اميل الى صراحه المدرب. يعني انا كنت اقرا لجمهور الهلال في تويتر، الكل قايم على المدرب، الكل يطالب باقاله المدرب، يعني حتى شخصا الموضوع الى انهم يعني صاروا يطالبون باقاله الرئيس الكبير فهد بن نافل. فيعتقدون ان انا من وجهه نظري اشعر ان يعني خيسوس هو مدرب كبير جدا، ويعني من افضل المدربين اللي دربوا الانديه السعوديه، لكن اشعر ان هذه المرحله هي ليست مرحله خيسوس في نادي الهلال. ايضا عبد الرحمن، لو تكلمنا عن مباراه الاتحاد والفتح التي انتهت 2-1، يعني كانت مباراه جميله جدا. قرأ مجريات المباراه بشكل جيد المدرب نونو سانتو، وانتهت طبعا بصالح الاتحاد 2-1، حيث غاب يعني عدد كبير جدا من النجوم امثال كريم بنزيما وكورنادو وحمد الله وعدد من اللعيبه الكبار. فاصبح لديك رومارينيو في المقدمه، كما ذكر محمد نور، يعني وصف الحاله هذه بشكل جيد، قال ان يعني اينما وضعت روما لا يخذلك ابدا. لكن عبد الرحمن، يعني الاصابه التي حدثت ويعني أحزنت قلب المشجع السعودي قبل أو المشجع العربي قبل المشجع الاتحادي، هي إصابة اللاعب الكبير أحمد شراحيلي، أصيب بالرباط الصليبي. ونحن نعلن من هذا المنبر، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويرده إن شاء الله إلى الملاعب سالما غانما. إصابة عبد الرحمن أثرت يعني في القلوب. والله كان وقعها كبير جدا على القلوب، لأنه كان أحمد شراحيلي في قمة مستواه الكروي، حتى أنه بعض اللاعبين أو بعض الجماهير وصفوه بأنه أفضل لاعب سعودي موجود
في المركز. مع يعني انا صراحه اختلف تماما مع هذا الوصف، كون انه في لاعبين كبار مثل حسان تنبكتي وغيره، ولكن اذا ما كان اول فهو اكيد بلا شك ثاني افضل مدافع سعودي. وانك يعني تظهر بهذا المستوى الكبير، يعني انا اعتقد انه مستوى احمد شرحيلي في المباراه كان افضل من مستوى اللاعب الاجنبي فيليب لويز، فبالتالي مستوى كان كبير جدا. ولكن هذه كرة القدم للأسف الشديد هي الجانب المظلم منها هو الإصابات. نسأل الله عز وجل أن يعني يعيد لنا اللاعب أحمد شراحيلي سالم الغانم. طيب، المباراة الكبيرة التي وقعت الجمعة الماضية، مباراة الأهلي والنصر، الكلاسيكو الكبير جدا الذي انتصر فيه النصر، وكان صراحة تألق اللاعب والأسطورة كريستيانو رونالدو في هذه المباراة. عبد الرحمن، النصر يعني أكل الأهلي من جميع النواحي، أكل الأهلي من جميع النواحي. النصر يمتلك كتيبة كبيرة جدا، منظومة منسقة، مدرب كروي يعني فاهم إيش قاعد يسوي، ينزل الملعب مرتب كل الأمور. ويعني مع كامل احترامي للمشجعين الهلاوية، بس يعني النصر تمكن هذيك الليلة من سيطرة على هيمنة نادي الأهلي. عبد الرحمن، ثنائية أو يعني هجوم الهلال، هجوم النصر، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، وتاليسكا، وخط النص المحور نسيت اسمه، بروزوفيتش وتافيو. يعني منظومة أنا أشعر أنها يعني تبارك الرحمن انسجمت بشكل سريع جدا. والله يا أخي يقول لك بالشيء يذكر. عندك هنا نجوم كبار أمثال كريستيانو وبقية اللاعبين، وأيضا نجوم كبار أمثال نيمار وغيره، إلا أنه هناك المستوى سيء. صحيح النتائج في الهلال ليست بذلك السوء، ولكن على الأقل زي ما تقول إيش، الأداء سيء في الهلال بعكس الأداء في نادي النصر. بكون أنه الهلال يعني على الرغم من أنه الهلال كان أو عفوا حاليا يقع في المرتبة الثانية بعد الاتحاد أكيد، الا انه النصر انا اشوف انه كمنظومه افضل. وانا يعني رشحت في بدايه هذا الموسم انه والله الاقرب الى الفوز بهذه البطوله هو نادي النصر، اذا لم يقيل الهلال مدربه وياتي بمدرب اخر ويعود بالنتائج. وبالتالي النصر انا عندي هو المرشح الاول بجانب الاتحاد مباشره، في حال الاتحاد استقطب لاعبين في الفتره الشتويه وحل بعض المشاكل مثل مشاكل الدفاع والجناح. طيب المباراة خلينا نتحدث فيها بصقر بشكل سريع. المباراة كانت 4-3، كانت مباراة يعني جدا جميلة. الفريقين يعني يمتلكان أسماء وعناصر قوية جدا، ولكن أعتقد أنه عنصر الخبرة كان فارق مع نادي النصر. هو النادي الأهلي عائد من الدرجة الأولى، ونادي النصر كان منافس على البطولة بشكل مباشر جدا. إضافة إلى أنه أصلا منظومة النصر من الدفاع إلى الهجوم أو من الحارس إلى الهجوم، أنا أعتقد أنها تتفوق بشيء بسيط، خصوصا في خانة الدفاع والمنظومة الدفاعية. والمنظومة الدفاعية ما نتحدث عن خط الدفاع تحديدا، إلا ما نتحدث عن خط الدفاع مع الوسط مع الهجوم. يعني شكل الدفاع، شكل الفريق دفاعيا أعتقد أنه أفضل من النادي الأهلي. ويعني لا شك أن الفريقين يعني يعانون أيضا من هذه المشكلة تحديدا. عندما نتكلم عن مباراة 4-3، وبالتالي المباراة كانت مفتوحة. الهجوم في الفريقين كان قوي جدا، ولكن الدفاع هو الذي كان سيء في الفريقين. يبارك لجمهور النصر وهارد لك لجمهور النادي الأهلي. هل الأهلي وقع في أول اختباراته؟ نعم، هذا أول اختبار وسقط فيه، ولسه الاختبارات جاية لنادي الأهلي. عندهم مباراة صعبة جدا، عندهم جدول صعب. أنا قاعد أشوف جدول النادي الأهلي. عندك مباراة الاتفاق الموسم هذا فريق قوي جدا. عندك بعدهم مباراة الاتحاد ليل بجدة، وبعدين بعدها مباراتين عندك نادي الهلال. و يعني أنت تتكلم عن مباريات كبيرة جدا في فترة، صحيح إنها فترة طويلة، ولكن المباراة القادمة هي فعلا اختبار حقيقي للنادي الأهلي. أعتقد إنه ما راح يتجاوزها بسهولة جدا، ولا وش رأيك أبو سعود؟ والله يا أخي صعبة بيني وبينك. يعني الأهلي نادي كبير هو لا شك، لكن يعني لو تلاحظ أن منظومة الأهلي كاملة كلهم لاعبين جدد، فأعتقد أنهم سيأخذون وقت طويل إلى أن يعودوا إلى المكان المعتاد
لنادي الأهلي. لكن عبد الرحمن احنا الآن بعودة كأس الملك، عندنا إن شاء الله مباراة اليوم، أعتقد الهلال يلعب مع مين؟ الجبلين. مع الجبلين. أي مع الجبلين نعم. والاتحاد عنده مباراة غدا مع نادي الأخدود. أنت ترى تخاف من الأندية المتوسطة، يعني دائما الأندية المتوسطة هذه اللي تسوي لك توتر كذا في لأن هي البطولة الوحيدة اللي عندها. يعني أنت تتكلم عن مباراة فريق من زي الأخدود يقع في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، يعني ما عنده ولا مباراة بهذا الحجم إلا في كأس الملك، فهي يعني بالنسبة لهم فرصة العمر. ولكن أعتقد الفارق الفنية سوف يكون لها كلمة، والاتحاد سوف يتأهل. عندك أيضا الهلال أمام الجبلين، وعندك النصر أمام فريق أحد. النصر أعتقد هي المباراة اللي ممكن تكون المباراة الأصعب نوعا ما، كون إنه أحد كان فريق في الدرجة الممتازة. طيب عبد الرحمن، طبعا كما ذكرنا سابقا بأن يعني كرة القدم أو فقرة سبورتس الموسم هذا يعني بيكون مختلف نظرا لسوق الانتقالات في دوري روشن. فالحديث في هذا يطول، وحدثنا اتصالات مع عبد الرحمن ملحوظ جدا جدا. والله صراحة ودي يعني نعيد فقرة الاتصالات مع المشاهدين، لكن إن شاء الله نقول إنه راح يدقون علينا في الحلقات القادمة بإذن الله. شاكر لك عبد الرحمن، هذا التقديم الجميل. الله يجزاك خير أبو صقر، وشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. إلى ذلك حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أملوا.